سنة 1970 بنت اسمها دنة كانت بتدرس تمريض وبتسكن مع صاحبتها في شقة صغيرة. في عيد ميلادها والدتها جابت لها هدية شكلها بريء جدا، عروسة بسيطة شعرها صوف أحمر وملابسها ملونة. دنة فرحت بيها جدا وحطتها على سريرها من غير ما تتخيل إن حياتها تتقلب رأسا على عقب بسبب العروسة. بعد أيام قليلة بدأت الحاجات الغريبة تظهر. دنة كانت بترجع البيت تلاقي العروسة مش في مكانها، أوقات يلاقوها قاعدة في الصالون وهم متأكدين إنهم سابوها في أوضة النوم، وفي يوم لقوها قاعدة على الأرض قدام الباب وكأنها بتستناه. في الأول افتكروا إن الموضوع هزار أو حد بيلعب معاهم، لكن لما لقوا إن مفيش حد عنده مفتاح الشقة غيرهم بدأ الرعب يدخل قلبهم. بعد كده الموضوع اتطور، بقوا يلاقوا ورق صغير مكتوب عليه ساعدوني بخط إيد شبه خط الأطفال. المريب إن الورق ده مش من شقتهم أصلا، محدش قدر يفسر جابوه منين ولا ازاي اتكتب. وبعد فترة لقوا دم على ايد العروسة وهدومها. هنا البنتين خافوا جدا وقرروا يطلبوا مساعدة. جالهم وسيط روحاني وقال لهم ان العروسة دي فيها روح بنت صغيرة اسمها أنابيلا ماتت في نفس المنطقة، وان البنت دي حبت دنة وإنجي جدا وعايزة تفضل موجودة معاهم من خلال العروسة. من شدة خوفهم وتعاطفهم مع روح الطفلة وافقوا يسيبوها تعيش في اللعبة. لكن بعدها بدأت الكارثة الحقيقية. واحد من أصحابهم اسمه لو كان دايما ضد وجود العروسة وكان حاسس إنها شريرة. في يوم وهو نايم صحي مفزوع لقاها واقفة فوق صدره ومش قادر يتحرك كأنها بتخنقه. وفي مرة تانية صحي من النوم لقى خدوش عميقة جدا على جسمه بدون سبب، وقال إنه متأكد إن أنابيلا هي اللي عملت كده. البيت كله بقى مليان أحداث مخيفة، أصوات خطوات في نص الليل، العروسة بتتنقل لوحدها من مكان للتاني، حاجات بتخبط من غير تفسير، إحساس إن في حد بيراقبهم طول الوقت. وبعدها لجأوا لشخصين تانيين كانوا أشهر باحثين في عالم الأرواح. بعد ما شافوا العروسة قالوا إن القصة مش روح بنت صغيرة زي ما اتقال، لكن الحقيقة إن في كيان شيطاني متنكر على شكل طفلة عشان يخدعهم وياخد إذن بالدخول لحياته. العروسة ما كانتش مجرد لعبة، كانت بوابة للشر. أخدوا العروسة معاهم وحطوها في بيتهم داخل صندوق معمول مخصوص ومحاط بصلوات تمنع خروجها، واتكتب عليه تحذير لا تفتح الصندوق. ومن وقتها لحد النهاردة أنابيلا محبوسة في متحف بأمريكا، وزوار المتحف بيقولوا إن مجرد النظر ليها بيعمل شعور غريب وكأنها بتبصلك بعينيها. الأغرب إن في ناس تحدوا التحذيرات، وفي واحد شاب دخل المتحف وفضل يستهزأ بالعروسة ويخبط على الإزاز، ولما خرج مع خطيبته عمل حادثة ومات في نفس اليوم. خطيبته نجت لكن هو مات فورا، والناس من وقتها بتقول إن دي كانت لعنة أنابيلا. دي كانت القصة الحقيقية لعروسة أنابيلا، واللي بعدها اتعملت سلسلة أفلام اللي شهرت اللعبة أكتر. لكن الواقع بيقول إنها لحد النهاردة موجودة، وناس كتيرة مؤمنة إنها مش مجرد أسطورة بل واحدة من أخطر الألعاب المسكونة في العالم. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس.